بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيت أتحدث معكم، جمعتكم مباركة. حبيت أتحدث معكم عن موضوع مهم كثير من الناس يسأل عنه، طبعا العسل ومشتقاته والفوائد الكبيرة والعظيمة في هذه المشتقات. طبعا وصلتني قبل يومين من صديق عزيز في السعودية هذه الأشياء التي هي مشتقات العسل. طبعا هذا حبوب لقاح النحل الذي يسمى حبوب اللقاح، وهذا غذاء الملكة. سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل، واحدة بالتفصيل. وهذا لقاح النخيل أو طلع النخيل أو ما يسمى بطلع النخيل، كما قلت لكم سنشرحه واحدة بالتفصيل. نبدأ أولا بحبوب اللقاح. طبعا حبوب اللقاح هذا تأخذ النحل من الأزهار، الحبوب التي تكون موجودة في الأزهار. هذا الحبوب تأخذ النحل من الأزهار الموجودة عندما تتغذى على رحيق الأزهار، يعلق في أقدامه. وبعضهم قالوا أنه لا يأخذ رحيق النخل إلا بإزاحة هذه الحبوب، فيأخذها في قدمه ثم يذهب بها إلى المكان الذي يصنع فيه الخلايا. فوائد حبوب اللقاح: طبعا حبوب اللقاح مفيد جدا 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 ومهم جدا. فهو بعضهم قال يقوي عضلات القلب، عضلاته خاصة اللي عندهم احتشاء. هذا حبوب اللقاح مفيد جدا 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 له. طبعا أيضا مفيد للبروستاتا، التهابات البروستاتا، مفيد للأمعاء وأمراض المعدة، ومفيد لتأخير ظهور الشيخوخة. يعني بعض الناس تظهر الشيخوخة عنده باكرا فيضعف نظره، يشعر بآلام في مفاصله. فهذا حبوب اللقاح يؤخر ظهور هذه الأعراض. أيضا منشط ومفيد جدا، أو منشط للدورة الدموية ومفيد للجسم، يعطي حيوية ونشاط وقوة. وأيضا يربي العضلات للرياضيين الذين يمارسون الرياضة. طبعا حبوب اللقاح مفيد جدا، فهو يعمل على تنمية العضلات. هذا هو كما قلنا حبوب اللقاح. معنا أيضا هذا الذي هو طلع النخل، أو يستخرج من طلع النخل أو لقاح النخل كما يسمى، ثرور أبيض، عبارة عن ثرور أبيض طبعا. وهذا أيضا كما قلنا مفيد جدا. هذا فوائده: يقوي طبعا الضعف الجنسي، يعمل على تكثير الحيوانات المنوية، ويستخدمه الإنسان. ممكن يضيف ملعقة إلى كأس من الحليب ويخلطه معه ويشربه، أو إلى علبة زبادي يشربه، يضيفه إليه ويشربه. قلنا فوائده طبعا كثير من الناس عندنا في الطب الشعبي يستخدمون طلع النخل مع العسل للذين تأخر لديهم الإنجاب، ويرزقهم الله. طبعا هو الرزق من الله عز وجل. الناس أو كما قلنا فهو مفيد للضعف الجنسي وتقوية وتكثير الحيوانات المنوية. طبعا هي أسباب، الإنسان يعمل بالأسباب، لكن الأرزاق أيضا من الله عز وجل. وكما قلنا استخدامه ممكن تستخدم منه ملعقة. شوفوا لونه يميل إلى اللون ليس بالأبيض، لكنه يميل إلى الصفرة قليلا. ممكن قلنا كما قلنا تستخدم منه ملعقة مع الحليب، تخلطها بالحليب وتشربه. ممكن تخلطه مع الزبادي، ممكن تخلطه مع العسل وتستخدمه. والله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. معنا أيضا هذا غذاء الملكة، وهو أيضا مفيد جدا، وفوائده كما قلنا أيضا عظيمة. فهو يعالج قرحة المعدة. طبعا العسل بشكل عام يعالج المعدة، العسل مشتقاته بشكل عام مفيد جدا للمعدة ولقرحة المعدة والقولون العصبي وهذه الأمور، وهو مفيد جدا. فغذاء الملكة أيضا بشكل خاص مفيد للمعدة والاثنى عشر، يعمل على تنشيط أيضا الجسم، حيوية، نشاط، يساعد على التخلص من البكتيريا، ينظم عمليات الهضم، يقوي أو يزيد من القدرة الجنسية، ويضاعف عدد الحيوانات المنوية، ينشط المبايض عند المرأة أيضا. طبعا استخدامه هذا ممكن تخلطه مع العسل، يتم خلطه
طبعا علبة من هذه، علبة من هذه، أوريكم شكله. طبعا هذا هو شكله. تمام. ممكن تخلط علبة منه. تمام. هذا هو، شوفوا شكله. هذا هو، ممكن تخلطه مع العسل. طبعا علبة من هذا ممكن تخلطها مع كيلو عسل، أو علبة من هذا الصغار ممكن تخلطها مع كيلو عسل وتستخدمه بإذن الله عز وجل، يفيدك لما ذكرنا من هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى ذكر العسل في القرآن الكريم ليس عبثا عندما قال فيه شفاء للناس. طبعا لم يحدد شفاء من أي شيء، لكنه شفاء بشكل عام مفيد. بعضهم قال حتى يعالج الاستمرار على أكل العسل، يقضي على الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم، منشط الدورة الدموية، يفيد الأمراض القلب، يفيد المعدة، يفيد القولون، يفيد منشط الجنسي، منشط. فيها فوائد عظيمة. فطبعا في الختام أود أن طبعا هذا عسل الأصلي الذي نخلط فيه لقاح أو غذاء ملكة النحل، غذاء ملكة النحل. في الختام إخواني أود أن طبعا هذه الأشياء، طبعا لم نذكر حبوب اللقاح كيف يستخدم. وقال يستخدم أيضا مع الحليب، يستخدم مع الزبادي، ملعقة منه وتستخدمه ويفيدك بإذن الله. في الختام إخواني أود أن أنبه لشيء بسيط. طبعا هذه الأشياء التي حصلت عليها هدية من أحد الإخوة في السعودية، هو أرسلها من مصر، وأرسل لي بها. طبعا صديق عزيز وغالي يعرف أنني لم أرزق بالذرية الصالحة، لعل الله وعسى الإنسان يعمل بالأسباب. فقلنا كما قلت كما أسلفت موجودة في مصر. فلا أدري النحالين عندنا لماذا لا يستخرجون هذه الأشياء. طبعا غذاء الملكة لم أستطع أن أحصل عليه من عندنا من النحالين، لأنه أولا قليل جدا، وأيضا النحالين الطرق التقليدية التي يستخدمونها تجعلهم عاجزين عن استخراج مثل هذه الأشياء، مثل حبوب اللقاح مثلا. هناك طرق لاستخراج حبوب لقاح النحل ويستفيدوا منه ويبيعوه، لكن الطريقة التقليدية تجعلهم يخلطوه مع العسل، ويباع طبعا من ضمن العسل، وهو أيضا مفيد أيضا، وهو في داخل العسل. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.